اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد مهم عن نادي الزمالك. هنتكلم على رحيل مرتضى منصور واولاده عن نادي الزمالك، هنتكلم على توقيع يوسف اسامه نبيه لنادي بيراميدز، هنتكلم على قائمه نادي الزمالك لمباراه الاسماعيلي، وهنتكلم على غيابات كتير. بس اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندي في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل وتابع معايا الفيديو للنهايه. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك، وهنبدا باول خبر معانا. واعلن مرتضى منصور رحيله عن نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي هو والمجلس واولاده. احنا عارفين ان امير كان ماسك ملف كرة القدم، واحمد مرتضى كان ماسك اللي هو العاب الصالات كلها، وما شاء الله حقق فشل جامد جدا احمد مرتضى منصور. ولكن بعد كده شفنا واكد بعد كده مرتضى منصور ان هو في ضغط كبير جدا ان هو يمشي بسبب المشاكل اللي هو عاملها والكلام ده كله. وطبعا في الاخر وصل طبعا وزير الشباب والرياضه للخطاب وقال ان لسه ما استلمش اي استقالات من المجلس ولا حتى من مرتضى منصور ذات نفسه. ولكن بعد كده احنا نركز مع فريق كرة القدم اللي عنده مباراة، انا شايف انها مباراة قوية ضد نادي الاسماعيلي. شفنا على كده خوان كارلوس اوسوريو اعلن على القائمة اللي هتلعب مباراة الاسماعيلي. عندنا عودة لاحمد السيد زيزو مرة تانية في حراسة المرمى، محمد صبحي ومحمد نديم الونش، وعندنا محمود شبانة ومصطفى الزناري بيرجع مرة تانية من القائمة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، حاتم سكر. خط الوسط محمد اشرف رؤى وحسام بيسو وشيكابالا وابراهيم انداي، يوسف اسامه نبيه، سيف جعفر، سيد عبد الله نيمار، وعندنا احمد السيد زيزو، مصطفى شلبي واحمد بالحاج، وسيف الدين الجزيري وسامسون اكينيولا لسه مستمر برضه في القائمه. عندنا غياب محمد عواد برضه مش عارف ليه، وعندنا في خط الدفاع محمد عبد الغني برضه غايب عن المباراه دي. عندنا في خط الوسط نبيل عماد دونجا برضه غايب عن المباراه وعمرو السيسي، وعندنا خط الهجوم ناصر منسي غايب بسبب الاصابه، وطبعا احمد فتوح وعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي كلهم اصابات. ونتمنى باذن الله ان الزمالك يلعب بشكل قوي علشان يكمل في سلسله الانتصارات اللي كان محققها في الدوري، وفي نفس الوقت برضه علشان نركز ان احنا ناخد باذن الله المركز الثاني عشان نشارك في بطوله افريقيا، بما ان الدوري كده خلاص باي باي. ولكن الخبر اللي بعد كده بالنسبه لتوقيع يوسف اسامه نبيه لنادي بيراميدز، طلع امبارح كابتن اسامه نبيه على قناه MBC وقال ان ابنه محتاج يلعب شويه والزمالك مش مديله فرصته والكلام ده كله، على الرغم ان ابنه كان في بدايه الموسم كان ظهر بشكل كويس جدا وكان بيجيب اهداف مؤثره. ولكن هو المستوى دلوقتي اللي نزل، حتى في ماتش بروكسي ضيع فرصه غريبه جدا. ولكن طالما هو شاف مصلحته في نادي بيراميدز خلاص يروح خليه يبقى ينفع هناك. ما عندك رمضان صبحي وعندك مصطفى فتحي وعندك ناس كتير جدا في الاخر ولا عارفين يحققوا بطوله، وزي ما تقولوا برضه مستواهم عادي جدا متواضع هناك في بيراميدز. ولكن كل واحد بيدور على مصلحته ومين يدفع اكتر. ولكن خليكم عارفين دايما ان الزمالك مش بيقف على حد خالص، وان شاء الله القادم افضل بالنسبه لنادي الزمالك. واحسن حاجه طبعا احنا بكره هنشوف الزمالك ان شاء الله يلعب وان شاء الله يفوز بالثلاث نقاط. وعندنا برضه نجم الفريق احمد السيد زيزو بيرجع مره تانية، واتمنى بصراحه ان الزمالك يلعب بشكل هجومي قوي علشان يبقى ليه انياب بشكل كويس جدا. وعايز اقول لكم كمان ان محمد صبحي هو اللي يبدا في بدايه المباراه. مش عارف بصراحه ليه خوان كارلوس سوريو استبعد محمد عواد من المباراه دي، على الرغم ان انا شايف ان هو عمل مباراه كويسه جدا في مباراه الكاس في قدام بروكسي، ولكن مش فاهم ايه الفكره. وعندنا طبعا مصطفى الزناري مره تانية بيرجع، ونتمنى ان هو يظهر برده بشكل كويس لان معظم اللعيبه دي تحت التقييم. بس كده ده كان فيديو بسيط عن اخبار نادي الزمالك. متنساش لايك واشتراك وياريت تشير الفيديو، واشوفكم على خير. يلا سلام.